قوات الحشد قوات رسمية أصولية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. أطالب سيادة الرئيس، أطالب هيئة الرئاسة المحترمة باستضافة القائد العام للقوات المسلحة عاجلا، وإلا يشهد الله سبحانه وتعالى سننزل إلى الشوارع، سنتظاهر وسنري من يتطاول على أبناء الحشد الشعبي وكرامة الحشد الشعبي وكرامة العراق من هم أبناء الحشد الشعبي. ما زلنا نحن الأب الأكبر، ما زلنا نغض على الجرح والطرف، ولكن مو هذه الطريقة، مو هذه الطريقة السابقة التي أوصلها. يعني احنا نتحمل بهذه الطريقة؟ سيد الرئيس، الحشد الذي صان الأعراض وقدم الشهداء وأعطينا قادتنا شهداء من أجل حفظ العراق وحفظ العملية السياسية، ولم نطلب منا من أحد. هذه هي المجازات أن نسكت على عشرات الخروقات السياسية مثل مقدساتنا بالحشد. هذا الحشد الذي كنا وما زلنا نتنفس بسبب بركاته وبركات دماء شهدائه. من يعني حقيقة سيد الرئيس ما سمعنا.